Let's try mango ice cream trend. هذا الترند انتشر كتير على التيك توك فحبيت أجربه معكم. للمكونات بنحتاج المانجا والآيس كريم، آيس كريم الفانيلا، بس أنا ما تواجد عندي آيس كريم بالليمون راح أستخدمه. أخذت حبة المانجا، طبعا راح أفتحها من الأعلى حتى أتخلص من البذرة الموجودة داخل حبة المانجا. دخلت السكينة للأعلى، ويفضل تكون السكينة منشار. أحاول أضل أدخل في السكينة من كل الأطراف حتى أتخلص من البذرة تماما. طبعا هون جبت المقص وبلشت شوي يمين وشوي يسار حتى أستخرج البذرة مثل ما أنتم شايفين، وبهيك بنكون فرغنا المانجا من البذرة. طبعا أنا هون حشيتها بالآيس كريم وسكرتها. رح أحطها بصحن هلأ وأحطها بالفريزر لحد ما تتجمد عندي هون بعد 4 ساعات. طبعا رح أقشرها لحبة المانجا. هون أنا استخدمت القشارة، ممكن تستخدموا السكين. طبعا هي شوي بدها جهد لأنها بتكون متلجة، تبرد شوي بتبلش تقشر معك بكل سهولة. رح أقطعها هلأ دوائر. لو كان الآيس كريم أبيض كتير كان فرق وبين معنا. جربوها، طريقة كتير سهلة وحلوة. وبالآخر حصلنا على شرحات من المانجا محشية بالآيس كريم. بصراحة الطعم طيب وبتمنى انكم تجربوها. اكتبوا لنا شو في ترند جديد حابين نجربه معكم على القناة. لا تنسوني من دعمكم باللايك والشير والسبسكرايب. شكرا لكل اللي بيتابعوني دايما.